هل القبول معناه انك صح؟ طب هل الرفض معناه انك غلط؟ تخيل كده معايا، واحد عايش في مجتمع ليه مقاييس مختلفة لكل حاجة، والمجتمع شايف انك حر ما لم تضر. يعني ببساطة اعمل اللي انت عايزه طالما مش بتأذي حد. وبالنسبة لهم مش مهم اذا كنت اللي بتعمله صح او غلط، لان الصح والغلط نسبي. الاهم انك تعمل اللي يخليك مقبول عشان ما تعيش منبوذ. لكن دانيال كان عنده مقياس مختلف. هو جعل في قلبه ألا يتنجس بأطياب الملك ولا بالخمر، مع إنه كان مسبي وكان ممكن اعتراضه يكلفه حياته، ومع إن كان عنده مبررات كتير تخليه يعمل زي اللي حواليه، إلا إنه اختار يثبت على الحق الكتابي. هو ما اهتمش بمكانه ولا باللي حواليه بيعملوا إيه، لأنه عارف هو بيتبع مين. ما خافش يترفض لأنه ما كانش مستني قيمته من الناس. كان عارف هويته كويس ومش مضطر يسوم عليها علشان يبقى مقبول. التمسك بالمبادئ مش معناه إنك عنيد، لكن معناه إنك عارف قيمتك ومصدرها.